الثورة السورية كشفت يعني عملاء وخون للمسلمين كثر، منهم التيار الشيوعي سواء العالمي الصين وروسيا أو المحلي، يعني الأحزاب الشيوعية واليسارية والقومية والناصرية والتيارات هذه كلها، اللي كنا يعني بعض الناس يقول وحدة وطنية ونتحالف ونتعاون مع ضد الاستعمار والصهيونية والإمبريالية، كلهم عند الجد اصطفوا مع المستعمر واصطفوا مع المستكبر واصطفوا مع المعتدي واصطفوا مع المجرم ويدافعون عنه بكل ما يملكون. النظام الروسي والنظام الصيني قتل في بلاده مئات الملايين من المسلمين من 1917 الثورة البلشفية لليوم، قتلوا أكثر من 150 مليون مسلم ولا يزالون. الآن الصين وروسيا هي تقتل المسلمين في سوريا وتقتلهم في بورما. الآن ما المسلمين يقتلون في بورما الرهونجة يقتلهم نظام شيوعي وبدعم روسي ودعم صيني سياسي وعسكري. يعني لماذا؟ يعني بورما ايش قيمة بورما في العالم؟ ليش ما حدا قادر يحكي مع البورميين مثلا؟ يعني بغطاء صيني وروسي. هناك غطاء صيني وروسي على بورما، ده يعني ما لهمش حق المواطنة اصلا. ما هو يعني بورما ماذا تمثل في العالم؟ ايش أهمية بورما في العالم؟ لكن في غطاء روسي وصيني إلها. طيب المسلمين في الصين، المسلمين نفسهم في الصين الآن في تركستان وفي الأيغور وكذا يعني يذبحون في رمضان، هذا منعوا من الصيام والصلاة وما ما حدا تكلم. المسلمين في الشيشان الآن، المسلمين في الجمهورية الإسلامية ايش وضعهم؟ ما هو وضع جيد، وضع سيء. فالعداء الشيوعي لا يزال مستمر وهو عداء يذبح. يعني العداء الأمريكي موجود، لكن العداء الروسي مغطى عليه ويقتل منك يوميا الآلاف يوميا. الشيوعيين العرب يعني شفنا احنا على مستوى المنافسة السياسية جماعة عندهم استعداد يحطوا ايديهم بيدين الشيطان، ولا انت كمسلم مواطن تاخذ حقك، مرفوض نهائيا. ثم عنده استعداد تتحالف مع نظام مستبد مثل بشار الأسد ليقتلك ويبيدك. فالثورة السورية كشفت الغطاء عن حقيقة هذا التيار الشيوعي الناصري ومدى حقيقة ديمقراطيته ومواطنته وليبراليته ونصرته للمظلومين. كشفت انه هذول الجماعة حقيقة هاي الشعارات الضحك على المسلمين فقط. طب ده الشيعة بقى وإيران، الشيعة وإيران للأسف كثير من الناس ما كانوا يصدق انه هناك حقد طائفي، هناك عداء عقدي، هناك إجرام. كان يظن انه بعض النصوص اللي كنا نقرأ له اياها في كتب الشيعة عن قتل المسلم، عن قتل السني، عن هدم بيته، عن سرقة ماله، انه هاي انتوا بتكذبوا، انتوا بتخترعوا هذا الكلام. حتى رأى بعينه. الآن نائب رئيس جمهورية العراق لأنه سني هارب. فإذا كان إذا كان إيران والشيعة عندها استعداد يعني تحرف وتكذب خطاب رئيس أكبر دولة عربية علنا وعلى التلفزيون مباشرة، ثم عندها استعداد تحاكم نائب رئيس جمهورية العراق وتطرده وبدها تعدمه علنا، أعلنت حكم الإعدام فعلا علنا. ثم يعني الآن تصدر في العراق مئات أحكام إعدام وتنفذ، وفي البحرين 13 واحد أحكام سجن تقوم الدنيا ولا تقعد. يعني شوف فارقة، في البحرين أحكام سجن بعد 4 أشهر محاكمات معلنة وأحكام سجن رغم أنه هي تقتضي أكثر من سجن. عرفت كيف؟ تقوم الدين ولا تقعد وحقوق مش عارفين ينفذوها اصلا ايش والى اخره، والملك بيتراجع والكلام ده. ايوه. بينما في العراق عشرات تعدم نائب رئيس جمهورية وحتى ما في اي تفاعل من ليه؟ تبع العراق ذبح 2,600,000 ذبحوا من 2005 ل 2008 في 3 سنين. ما فيش لا اي قناه اخباريه من القنوات اللي احنا بنسمع عنها المهمه دي ما جابتش عن مجازرهم شيء. فالثوره السوريه فضحت هذا الشيء وكشفته للعالم، لكن نحتاج الان بعد هذا الكشف ان يرسخ في عقل المسلم. مشكله كثير من المسلمين طيبين، يتفاعل مع الحدث ثم اذا برد ممكن ينسى. ولذلك تأتي هون دور القنوات الإسلامية ودور القنوات المحترمة إنها ترسخ الحقائق بحيث نعرف عدوك. يعني هذا الشعار اللي رفع من الخمسينات، اعرف عدوك، واحنا ما عرفناش عدونا. لذلك لا يزال عدونا هو اللي بيصفعنا. يعني عدونا هو الذي يصفعنا. الثورة السورية أيضا كشفت الغطاء عن المتاجرين بالدين، أمثال أحمد حسون، أمثال البوطي، أمثال الجفري، علي الجفري مثلا. هؤلاء الناس أين أصواتهم الآن في نصرة الجفري ده شيعي أصلا؟ لا، هو متصوف عنده علاقات بالشيعة، وفي رمضان هذا زار حسنيتهم في الإمارات دبي، وثم برر أنه أنا ألتقي بكل الناس وكذا. كان طلب الشيخ حسن الحسيني المناظرة كثيرا، يهرب هذا، يهرب، لا يريد. يعني الجفري مثلا أصدر بيانات يستنكر فيها
ويندد ببعض التفجيرات اللي صارت في ليبيا تجاه بعض قبور الموتى في المساجد. وكل الشعب السوري يقتل بالآلاف ما أصدر فيهم بيان، ما تحركش، ما تحرك، ليس لهم بيان، رغم أنه هو كان يتردد على سوريا ويدرس في المجلس الأموي ويعني يعتبر الشعب السوري يعني صديق وشقيق والى آخره، لكن لأنه هو والبوطي أصلا متحالفين في مؤسسة طابة اللي بيقودها الجفري، والبوطي يعني هو الذي يقود شرعنة القتل في سوريا، فكيف علي الجفري بده يكون ضد الثورة؟ ولذلك يعني هؤلاء الناس حقيقة كشفتهم الثورة إنه أين مواقفكم؟ أين مبادئكم؟ أين العدل والرحمة والتسامح؟ يعني أنت يا جفري رفضت إنه نقاطع الدنمارك لما سبوا على الرسول، عرفت كيف؟ ورحت تحاورهم وفعلت كثير أشياء، رحت زرت الأقصى تحت حراب راح زار الأقصى هو في رمضان. إيه علمه الجفري ده؟ ما عنده شيء، ليس عنده شهادة ولا عنده شيء، عنده شوية إجازات من علماء صوفيين في اليمن، لكن الرجل يعني عنده لسان ساحر فقط، ومواقفه متناقضة، وهذا يعني يجب مثله مثل البوطي مثل كذا انه هذا يشطب عليهم. يعني المفروض الثورة السورية كشفت كثير من الناس، يجب ان توضع قائمة بالناس اللي اسقطتهم الثورة السورية، مطلوبين، يعني ما بدنا نقول مطلوبين، لكن انه يعني للاسف مثلا الجفري الان اصبح يتصدر في القنوات المصرية في رمضان. في رمضان كان له برنامج يومي على قناة مصرية مثلا، ومع اظن مذيع يعني محسوب على غلاة العلمانيين عندكم في مصر مثلا. فيعني شوف التناقضات يعني كيف تحدث. يعني هذه قد تكون بعض الاشياء اللي كشفتها الثورة السورية. يعني طب ماذا تراه من الثورة السورية؟ يعني نقول توقعاتك بالنصر. لا شك النصر ان شاء الله قادم، سواء يعني كان قريب او ابتعد شوي، لكنه لابد. يعني الشعب السوري تعرض لعملية ابعاد عن الدين ضخمة جدا مدة 40-50 سنة. انه نرى الان الشعب السوري كله يستغيث بالله بالتوحيد، يتلاحم، يتعاطف، يتعاضد. موقف ما كانش ليهم يعني هذا حتى ترى ان هم وهم يجاهدون برضه مدخنين ومش عارف ايه وبتاع، بس عشان يخرجوا من لا شك انه هذا كان قفزة نوعية ضخمة جدا في الشعب السوري، وهذا ما يحدث هو مخاض الولادة. يعني الام اثناء الولادة قد يعني تحدث نفسا لا تنجب مرة ثانية، لكن بعد أن تنتهي عملية الألم وترى الوليد تفرح وتفكر في وليد جديد. وأظن هكذا الشعب السوري هو الآن في مخاض، هذا المخاض قد يأخذ شيء من الوقت، لكن لا شك أنه سيكون له بركة وأثر ونفع ليس على السوريين فقط بل على الأمة. المعركة في سوريا والثورة في سوريا يعني هي ثورة للأمة كلها، ولذلك الأمة كلها متعاطفة مع السوريين وتدعو للسوريين يعني من أقصاها إلى أقصاها. بس عايزين دعم. لا شك هنا يأتي تقصير المسؤولين من الجهات الحكومية، من الجهات الرسمية، من الجهات الدولية، لكن لا شك أنه حقيقة الشعوب قدمت، الجهات الإسلامية قدمت بما تستطيع ومطلوب منها أكثر، والشعب السوري قبل كل الناس قدم. يعني الشعب السوري يعني وقفته البطولية هذه، صموده بأسلحة خفيفة أمام الدبابات والطائرات، يعني هذا شيء ضخم جدا وكبير جدا. نحتاج انه الثورة السورية يعني دائما تقفز قفزات نوعية كما تفعل. انتقلوا مثلا قبل فترة لمهاجمة الحواجز العسكرية، انتقلوا لمهاجمة المطارات العسكرية مثلا، وبوسائل بسيطة جدا، يعني بوسائل بسيطة جدا، انه اقترب من المطار والطيارة وهي طالعة اضربها بسلاح صغير تسقط، يعني انتهت يعني. فهم السوريين اهل ذكاء وحكمة وفطنة، ونتوقع منهم ان شاء الله النصر يعني ان شاء الله والعون. طيب بإذن هل الله. بقي شيء في الأحباش؟ عندي دقيقة الختام. يعني أنا أوجه رسالة إنه من أمثالنا الشعبية اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. لنستفد من تجاربنا. حماة مرت في 82 ثم للأسف ما استفدنا منها فتكررت المجزرة في 2012 و2011. الأحباش تاريخ موجود أمام عينينا الآن، بإمكان كل مشاهد إنه يعني يفتح الإنترنت ويقرأ عنهم ويشوف، وهناك مئات الكتب، مئات التقارير. فلماذا ينخدع أهل مصر أو أهل تونس أو بعض إخواننا في غزة أو غيرها بالأحباش؟ لماذا لا يمكن بيدخلوا بأسماء أخرى؟ بغض النظر يجب انه يعني العاقل من يكافح يعني الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح، يعني هيك بقول المثل. فلماذا احنا ننتبه لخطورة هذه الافكار الوافدة، خاصة طبعا التقرير راند للاسلام الديمقراطي ودعم بعض التيارات المشبوهة في امام الاسلام من الناس اللي وصي بهم الاحباش،
انه دعم الاحباش كتيار معتدل يعني ممكن التفاهم معه. فأنا أنبه إخواني المسلمين بشكل عام والتيارات الإسلامية خاصة سلمة الحكم أن تنتبه لهؤلاء، لأن هؤلاء غدة سرطانية سيكونون في جسد دولهم ومجتمعاتهم. شكرا مشاهدينا الكرام، انتهت الحلقة. أشكر في نهايتها ضيفي وضيفكم الكريم الشيخ أسامة شحاتة، البحث في الفرق والجماعات الإسلامية. شكرا لك. حياكم الله، أهلا وسهلا، جزاك الله خير. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من مرصد الأحداث، وكانت حول الأحباش وموقف المخزي بعدما سمعنا من الشيخ أسامة من الثورة السورية، بل من قضايا الأمة كلها. شكرا وإلى اللقاء.